الجزء التالت من تفريزات رمضان. يلا بينا بقى، هقولك على أفكار سهلة وبسيطة هتوفر عليكي وقت ومجهود. يلا بينا بقى نشوف عملنا ايه. أهم حاجة في تفريزات رمضان هي تعصيج اللحمة. عندنا معلقة من الزبدة كده وشوية زيت، وجبت كيلو من اللحمة المفرومة، وبدأت إن أنا أشوحها كده لحد ما يبقاش فيها ولا نقطة مية. وبعد كده انزل عليها بملح وفلفل اسمر وسبع بهارات، وبعد كده هنزل عليها باربع بصلات كده مفرومين. واول ما تدبل كده البصلايه معايا كده مع اللحمه المفرومه، يبقى كده تمام. اسيبها بقى تبرد تماما. هاتي بقى اكياس الفاكيوم اللي هي بتاعه التخزين دي محكمه الغلق. ببدا ان انا اخد بقى اللحمه المفرومه بتاعتي كده واحطها واوزعها واقفل الكيس كويس جدا. ما بتاخدش وقت ولا بتاخد مكان في الفريزر، ويبقى شكله شيك قوي. اخدت نص الكمية فرستها، والنص التاني عملت بيه بقى احلى سمبوسك للزوم سفرة رمضان. هاتي بقى السمبوسك كده والحشوة بتاعتك واعملي قرطاس وقفليها بقى بالشكل ده، وبعد كده هندخل اخر طرف كده لجوه. او تقدري انك تقفليها برضو بالمادة اللي هي بتاعت الدقيق والمية، برضو مفيش مشكلة. الطريقة اللي ترتاحي لها اعمليها. وبكده عملنا برضو تفريزات السمبوسة. تقدري برضو تفرزيها في اطباق الفل كده لو انت شغالة كاترينج وعايزة تطلعي منها اوردرات، او تحطيها في اكياس الفاكيوم كده اللي تطلعي منها برضو وتشتغلي منها على طول. طلعيها بقى من الفريزر واقليها، بتبقى لونها خطير بالشكل ده. تالت وصفة عندنا عبارة بصلاية كده مبشورة وفلفل ولحمة مفرومة وبهارات كفتة. هفرمهم كويس جدا في الكبة لحد ما يظهر للحمة خيوط أو أنسجة. هنعمل الميت بولز أو الكرات اللحمة السويدية، بتبقى بالوايت صوص أو بالريد صوص. شكليها بقى الكرات كده وطبق فل وكيس تلاجة ورصيهم ولفيها بالستريتش راب وحطيها في الفريزر. قسمت بقى الكمية لنصين، نص عملت بيه الميت بولز والنص التاني عملت بيه كفتة الحاتي. سمخته كده على المسن، وبدأت ان انا دخلته الفريزر يتشمع. وفي اكياس الفاكيوم بدأت ان انا خزنتها بالشكل ده. بأسهل وأبسط طريقة تاكلي كفتة حاتي مشوية طعمها خطير ويجنن. رابع وصفة معانا عبارة عن سجق. ببدأ كده أقطعه مكعبات صغيرة خالص، وهنزل عليها بخلطة الثوم والفلفل المفروم اللي احنا عملناهم في التفريزات، وخلطة البهارات ملح وفلفل أسمر. وحطيهم في طبق تلاجة كده وستريتش راب، وبكده بتكون جاهزة على التسوية. وصفة الكبدة، هنجيب عندنا كبدة متقطعة صفيري واحط عليها خلطة الثوم وبهارات الكبدة، واحطها بقى في اكياس فاكيوم واقفلها كويس جدا، وبكده بتكون جاهزة على التسوية. هاتي بقى بولة وانزلي عليها بكوباية من اللبن او الحليب الدافي، عليهم معلقة خل او كوباية زبادي، ومعلقة من بهارات الشاورما وملح وفلفل اسمر، ومعلقة من البابريكا المدخنة. عندنا شاورما لحمة متقطعة شرايح رفيعة، بنزل عليها في التتبيلة اللي انتي شايفاها دي. وبعد كده بحطها في اكياس الفاكيوم واقفلها كويس جدا وبحطها في الفريزر. وبكده بتكون الوصفة جاهزة وسهلة عليكي، وفرتي وقت ومجهود، وكمان هتقدري انك تعملي افكار كتيرة جدا بسفرة متنوعة في رمضان. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. ولو عجبك الفيديو لايك وشير سبسكرايب لقناتنا. اشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة ابراهيم. باي باي.